النهارده احنا معانا اقوى موبايل موجود في سنه 2025 بلا منازع. موبايل بيجي لك كاميرات، شاشه، بطاريه، معالج، كل حاجه فيه ممتازه بدون اي عيوب حرفيا. وكمان المعالج اصلا او الموبايل ده المعالج اللي فيه هو مش جاي عشان الالعاب، ولكن الموبايل ده المعالج اللي فيه يقدر يشغل لك اي لعبه انت عايزها على 120 فريم مستريح جدا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بكونوا بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد، واهلا بكم في حلقه جديده. النهارده معانا موبايل قوي جدا، هو مش من شاومي ولا من ريلمي ولا من اصلا من اي شركه من بي بي كي. موبايل جاي من شركه بيقال عنها دايما ان هي الايفون بتاع الاندرويد. وطبعا انت لو قديم في المجال فانت عارف انا هتكلم عن انهي شركه بالظبط، وهي شركه ون بلس. والنهارده معانا موبايل من عندها وهو الون بلس 13، موبايل جديد نازل في 2025. موبايل قوي جدا وجبار جدا، وطبعا هو دلوقتي نزل موجود اصلا كمان في السوق العالمي، ولكن الموبايل ده يعتبر هو هيبقى من اقوى الموبايلات في اواخر 2024 وفي اوائل 2025. موبايل فعلا قوي جدا زي ما هنتكلم عليه دلوقتي. بس قبل ما نبدا ما تنسانيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا كل اول باول. واستنوا فيديو الاسئله ان شاء الله قريب جدا، بما اننا وصلنا 1000 مشترك فيبقى في فيديو اسئله قريب جدا ان شاء الله. فما تنساش ان انت تكون مفعل زر الجرس عشان يجيلك الفيديوهات. ولو عندك اي سؤال اكتبه تحت في التعليقات. ويلا بينا نبدا. اول حاجه هنتكلم عليها كالعاده وهو الديزاين بتاع الموبايل. بيجي لك باصدارين، وهو يا اما الجلد الصناعي او الزجاج. وعامه اي جلد موجود في اي شركه عملت موبايل من الجلد فانت لازم تحطه في الجراب، لان الجلد الصناعي يعتبر بيتخربش بسرعه وبيتقطع بسرعه لو هتقعد ماسكه في ايدك من غير جراب فتره طويله. بس هنا الموبايل اللي من الزجاج شكله لذيذ، لان انت كمان عندك حبه زخرفه او تكستشرز موجوده اصلا على الظهر محفوره، مش محطوطه كده وخلاص. زي مثلا كلمه هاسل بليد اللي هي اصلا محطوطه حرف الاتش بتاعها اللي هو الشعار بتاعها محفور جوه الظهر مش مرسوم. وطبعا ده غير كمان شكل الكاميرات بتاع ون بلس. وون بلس من الشركات اللي هي دايما محافظه على الهويه بتاعتها، بتعرف ان ده موبايل من ون بلس من بعيد ما بتغيروش. ودي من الحاجات الجميله ان انت عارف ان دي شركه ون بلس مش هتغير الهويه بتاعتها، ثابته على وضعها. وطبعا كلمه هاسل بلاد طالما هي موجوده ده معناته ان انت هتاخد تجربه الوان وتجربه كاميرات مالهاش مثيل، اكيد هنتكلم عليها قدام. الموبايل كمان هنا في طبقه حمايه من الظهر ومن الوش اسمها كريستال شيلد، ودي غير الكورنينج جوريلا جلاس. لكن هي هنا ون بلس بتقول لك ان هو يعتبر دي قويه جدا، يعني هي برضه يعتبر زي الجوريلا جلاس بالظبط، حاجه قويه جدا. برضه الموبايل هنا مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي 69 و68، ودي يعتبر اقوى معماريه لغايه دلوقتي. وعندك هنا بقى كل الفتحات اللي انت نفسك فيها. عندك هنا مايك عزل الضوضاء، وعندك الاي ار سنسور عشان تقدر تتحكم في اي حاجه سمارت عندك. وعندك كمان هنا السويتش بتاع الميوت او اللي هو اسمه سايلنت سويتش، وده اللي هو يعتبر زي اللي موجود في الايفون، ولكن هو الايفون شالوه وون بلس يعتبر هي بقى اتبنت الفكره وبقت بتعمله في الموبايلات عندها وما بقتش بتشيله. السويتش ده اصلا مميز كمان عن اللي كان موجود في الايفون. ليه؟ ان اللي في الايفون كان عندك الليفل بتاعه كان 2، هنا انت عندك 3 ليفلات، يا اما تعمله سايلنت يا اما هزاز يا اما مفيش خالص، يعني يكون صامت تماما. ودي حاجه جميله ان هو يبقى موجود عندك بدل ما انت تقعد تخش في الاعدادات، فهنا على طول سويتش وخلص نفسك. وكمان هنا انت لو بصيت على الشاشه فانت هتاخد بالك ان هنا في دايناميك ايلاند كمان موجوده في الشاشه، وهي طبعا حاجه بقت الناس كلها بقت بتعملها، لكن هنا برضو معموله مع السوفت وير بطريقه لذيذه جدا وبطريقه حلوه. تعالى برضو نشدنا من الديزاين اللي هو طبعا هو جامد اكيد بالنسبه لي، هو شكله جميل. ولكن تعالى بقى نتكلم عن الحاجه الاجمد وهي الشاشه ال تي بي او اموليد، بتيجي كمان ب 120 هرتز، بتدعم المليار لون، تيجي فيها الدولبي فيجن والاتش دي ار 10 وكل الحاجات الجميله اللي قلبك يحبها. السطوع بتاعها كمان بيوصل لغايه 4500 نيتس في اشعه الشمس. طبعا هو مش اعلى حاجه زي الجي تي برو اللي هو بيوصل ل 6000، ولكن طبعا ال 4000 دي مقبوله جدا يعتبر. انت مش محتاج اكتر من كده، يعني ال 6000 دي مقفوره شويه، يعني ال 4000 هيبقوا كويسين جدا معاك في اشعه الشمس عادي جدا. هتقدر تشوف الشاشه بمنتهى السهوله، حتى لو انت عملها دارك مود عادي هتشوفها. كواليتي الشاشه هنا بتوصل لك لغايه 1440 في 3168 بكسل بكثافه بكسلات 510 بكسل لكل بوصه، لان هنا كمان الموبايل الحجم الشاشه بتاعته 6.8 بوصه، فطبعا هيبقى رقم ممتاز جدا معاك في الالوان وفي تجربه الافلام كمان بالذات. هتستمتع قوي في شاشه الموبايل ده. وطبعا طالما الموبايل شاشته اموليد فطبعا هنا البصمه موجوده داخل الشاشه، وهي من التراسونيك سريعه جدا وما بتغلطش. والشاشه اقل ما يقال عنها ان هي ممتازه، ده اقل حاجه ممكن اقولها. وطبعا احنا عرفنا ان معظم الموبايلات اللي بتيجي في نفس الفئه الشاشات بتاعتها بتنافس بعضها اكتر واكتر واكتر، وبيحاولوا ان هم يطلعوا اعلى حاجه موجوده في الشاشه. فالشاشه طبعا هنا تاخد برضو بامتياز ارقام عاليه جدا، طبعا شاشه فوق الخيال. تعالى برضو نتكلم عن المعالج اللي موجود هنا. وبما ان المعالج اللي موجود هنا هو السناب دراجون ال8 اليت، اقوى معالج موجود من سناب دراجون وفي العالم حاليا، يقدر يشغل لك اي حاجه على 120 فريم مستريح. ولكن يعتبر اصلا الموبايل ده مش مخصص للالعاب اصلا، يعني هم عاملين ده كله علشان يدوك افضل تجربه كاميرات زي ما هنتكلم عليها قدام. انا بحاول اشوقك لكن الموبايل ده يقدر يشغل لك كل حاجه انت عايزها بمنتهى السهوله
بمنتهى السلاسه. الموبايل كمان هنا بيجي لك بميموريه 3 نانومتر من اقل الميموريات اللي موجوده في السوق حاليا، مفيش حاجه اقل من كده. تجربه اجماليا 10 من 10 سواء بقى في الاستخدام الطبيعي، السوفت وير، التنقل ما بين التطبيقات، اللي انت بقى تفتح اي حاجه، الحاجات دي كلها ماشيه بمنتهى السلاسه. حتى كمان الالعاب ببجي موبايل، سان اندرياس، كول اوف ديوتي، فري فاير، اي حاجه كلها شغاله بامتياز هنا. وكمان الميزه هنا ان انت الموبايل اول ما هتيجي تطلعه من العلبه هتلاقيه شغال وبيدعم لعبه ببجي موبايل على 120 فريم على طول، مش هتبقى محتاج انت تحديثات بقى اللي هي تيجي من اللعبه والحاجات دي كلها، لان اللعبه محدثه ومطوره اللعبه والمعالج عليها، ودي الميزه بتاعت الموبايل. وكمان هنا الموبايل بيديك كمان تجربه الصوت جميله جدا، الاستيريو سبيكر بتاعه واضح ونقي جدا، فيعتبر انت معاك كل حاجه هنا كامله متكامله. كمان هنا سماعات ستيريو وكمان معالج جبار. تعال برضه نتكلم عن الحاجه الجامده جدا موجوده في الموبايل، وهي البطاريه. بطاريه من اقوى البطاريات اللي موجوده في الفئه بتاعته، وهي بطاريه بتيجي بسعه 6000 ملي امبير، سرعه شاحن بتوصل لغايه ال 100 واط، بصراحه جباره جدا. مع 6000 ملي امبير يعتبر هم عاملين لها توازن حلو قوي، عشان 6000 ملي امبير دي ممكن تاخد معاك وقت، طبعا ال 100 واط طبعا مش هياخد معاك وقت خالص. فطبعا انت معاك هنا موبايل اصلا هيقدر يقعد معاك اليوم مستريح جدا، ده اكيد. ومع كمان سرعه شحن جباره، مع كمان الموبايل يقدر يشحن شحن لاسلكي 50 واط، وده برضو اقوى بكتير من الايفون ذات نفسه. ده غير كمان ان انت عندك هنا الذاكره الداخليه من نوع اليو اف اس 4.0، وكمان عندك هنا الرامات بتوصل لغايه ال 12 جيجا رام، وكمان تقدر تزودها ب 12 جيجا رام كمان من الذاكره الداخليه اضافيه عشان يجي معاك توتال 24 جيجا رام. الموبايل كمان الذاكره الداخليه بتاعته اصلا 256 جيجا، ده اقل حاجه موجوده حاليا. وطبعا انت كمان عندك هنا موتور حقيقي فايبريشن موجود في الموبايل عشان يديك بقى الفيدباك اللي على اصله، حاجه كده بقى بروفيشنال. تعال بقى نتكلم عن نجمه هذا الموبايل، وهي الكاميرات بلا منازع. الكاميرات اللي موجوده عندك هنا هم 3 كاميرات، والثلاث كاميرات 50 ميجا بكسل. كاميرا اولى اف 1.6 ودي كاميرا الوايد، ودي الكاميرا الاساسيه. الكاميرا الثانيه هي تيليفوتو بتوصل لغايه 3 اكس زوم، وكمان هي فيها كمان مثبت البصر الاو اي اس زي الكاميرا الاساسيه، وكمان هنا تقدر كمان توصل لغايه 120 زوم عادي، هتقدر تجيب وهيجيب لك تفاصيل، ولكن طبعا مش التفاصيل اللي انت تحلم بيها. الكاميرا الثالثه برضه هي الترا وايد 50 ميجا بكسل، بتيجي كمان ب 15 مللي، كاميرا الترا وايد مع المعالجه بتاعت هاسل بلاد. فطبعا انت هتاخد معالجه تصوير جامده جدا. وخد بالك هنا هاسل بلاد هي متعاونه مع وان بلس في ان هي تديك تجربه الوان ممتازه، مش بتعالج الصوره ذات نفسها. يعني هنا انت عندك المعالج اللي هو ال8 اليت هو بيعمل معالجه للصوره، ولكن هاسل بلاد بتعمل معالجه للالوان. فانت عندك هنا بقى معالجين بيعاركوا مع بعض عشان يدوك افضل تجربه ممكنه للتصوير. وفعلا هنا التصوير بيديك تجربه مثاليه فوق المثاليه كمان بحبه حلوين، الوان ممتازه، كونتراست، ساتوريشن، البالانس، كل حاجه فيها جميله عظيمه جدا. اندور اوت دور، اضاءه عاليه، اضاءه منخفضه، كل حاجه فيها ممتازه. الكاميرا اللي هنا مش هتجلي معاك في اي ظروف اضاءه بتاتا. كمان هنا البورتريه ممتاز جدا في التصوير، حتى كمان لما يكون عندك شعر حاجه معقده زي مثلا شعر الكيرلي او شعر اي بنت او حد كمان بيعمل شعره كيرلي، بيبقى مثلا في بعض المشاكل في البورتريه. لا هنا الكلام ده مفيش موجود. هنا البورتريه قادر ان هو يعمل لك عزل ممتاز جدا، ومن صوره واحده عادي، مش محتاج بقى ان انت تاخد اكتر من صوره وبتاع، لا كلها من صوره واحده ما بيغلطش. فطبعا الكاميرات هنا 10 من 10. والموبايل هنا كمان بيقدر يصور 8K 30 و60 فريم، و4K برضه نفس الكلام. بالنسبه للكاميرا السيلفي هنا هي 32 ميجا بكسل، برضه هي جايه فيها برضه نفس الخاصيه او نفس المعالجه بتاعت هاسل بلاد، برضه من قدام ومن ورا كل الحاجات دي بتعالجها شركه هاسل بلاد موجوده في الموبايل. وتجربه السكين تون بتاعت الموبايل ده بالذات جامده جدا الصراحه، لذيذه قوي وعاملينها بطريقه شيك وحلوه قوي. والموبايل ده بيدعم ال 4K مش ال 8K 60 او 30 فريم، ومع البطاريه القويه اللي احنا قلنا عليها وسرعه الشحن القويه، فانت محتاج كمان مدخل تايب سي يكون قوي، وهو اليو اس بي تايب سي 3.2. فطبعا ده هيديك سرعه جميله جدا في اي حاجه بقى، فسواء بقى في سرعه شحن او في تنقل الملفات، كل حاجه هتبقى ممتازه معاك. وطبعا كل الكماليات بتاعه الموبايل موجوده، الجيروسكوب، التسارع، التقارب، كل الحاجات دي موجوده بامتياز موجوده في الموبايل. واخيرا اخر حاجه معانا وهو سعر الموبايل. سعر الموبايل طبعا هو غالي، اكيد طبعا هو غالي، هو بيبدا اصلا من ال 520 دولار لل 580 دولار، فده يعني ده سعره. ولكن طبعا الموبايل هو يعتبر جاي للفلاج شيب، موبايل فلاج شيب، وفعلا هو بيقدم قيمه قويه جدا مقابل السعر بتاعه، حاجه فخمه الفخامه. وفعلا في ناس كتير سابت موبايلاتها اللي كانت موجوده في 2024 وراحت تجيبه، لانه هو فعلا يعتبر ما فيش اي عيوب بيقدمها، كل حاجه فيه بيقدمها ممتازه. عندك كمان عندك كاميرا الترا وايد، عندك كاميرا للوايد، وعندك كاميرا للزوم،
انت مش محتاج حاجه تاني. عندك كمان معالج 120 فريم، عندك كمان هنا شاشات اموليد، كل حاجه فيها ممتازه. معالج بيقدر يشغل لك اي حاجه انت عايزها بمنتهى السهوله، اسفلت 9 اي حاجه. فطبعا الموبايل يعتبر ما فيهوش اي عيوب. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش لايك وشير سبسكرايب. كان معاكم عمر هاني، استنوني فيديو تاني في امان الله.